نتكلم عن العصايه القصيره، الضربات والصدات الاساسيه في العصايه القصيره. مبدئيا العصايه القصيره المفروض ان الطول بتاعها بيبقى 60 سم، بتتمسك من طرف من الاطراف بتاعتها. دي بتبقى قاعده العصايه طالما انا مسكت من هنا، ودي بتبقى المقدمه. بيبقى المفروض في مسافه صباعين ما بين المسكه وما بين نهايه العصايه نفسها. الحاجه الثانيه ان صبع الابهام بيبقى ضاغط على العصايه من فوق، لسبب لانه لو انا ماسك المسكه دهيت اقل هزه او ضربه او صده بتبتدي العصايه دي تتحرك معايا. لكن لو انا عامل تدعيم للعصايه نفسها بالصبع بتاع الابهام، يبقى انا هنا هتبدا تبقى العصايه ممسوكه معايا كويس. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انا اقدر استعمل العصايه ايد اماميه او ايد داخليه. ده لو في عصايه واحده. لو في بقى عصايتين يبقى انا هبتدي اشتغل بالايد اللي قدام والايد اللي جوه. المفروض ان انا ببقى واخد وقفه الاشتباك بتاعتي اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، اللي هي فيها القدم الخلفيه والقدم الاماميه على خط واحد مع بعض، وبيبقى الكعب جاي مع بطن الرجل الخلفيه. اول حاجه انا ببدا باخد الضربات بتاعت الايد الاماميه مستقيمه، صعبه، هابطه، للداخل، للخارج. ونلاحظ ان الايد الداخليه بتبقى محطوطه جوه في وضع حمايه. الايد الداخليه بقى لما بتضرب نفس الضربات، مستقيمه، صاعده، للداخل، للخارج. وبالنسبه للضربه الهابطه، الايد دي المفروض ان هي بتاخد زاويه في اثناء ما انا بضرب الضربه. طيب بالنسبه للصدات، صدات الايد الاماميه للداخل، للخارج، لاسفل، لاعلى. بالنسبه للايد الداخليه للخارج، لاسفل، لاعلى. وهنا الفائده في الايد الداخليه ان فيها الصده المستقيمه الاماميه، بحيث ان لو في حد بيضرب من هنا او الخصم نفسه بيضرب من هنا ضربه. بعد كده الصدات بتاعت الزوايا بقى للداخل لاعلى، للخارج لاعلى، لاسفل للخارج، لاسفل للداخل. بعد كده الايد اللي جوه للخارج لاعلى، للخارج للداخل، لاسفل للخارج.